ديما كيبقاو عندك حبات ديال الموز طايبين وما كتعرفي شنو ديري بيهم. بلاص ما تلوحيهم اجي نوريك الحل. غتاخديهم، غادي تمعسيهم مزيان وغتضيفي عليهم 2 بيضات، ملعقه صغيره فانيلا اولا 2 اكياس سكر فانيلا، رشه ملح، وكنخلطوا الخليط بالطراب اليدوي. كأس إلا ربع زيت نباتية. في إناء آخر كنوضعو 2 كؤوس دقيق أبيض، كأس إلا ربع سكر، ملعقة صغيرة قرفة، وكيسين من خميرة الحلويات من فئة 8 غرام. كنخلطو النواشف بالطراب اليدوي. كنضيفو الدقيق لحبيبات الشوكولاتة والجوز قبل ما نخلطوهم مع خليط الكب كيك باش ما يهبطوش لتحت أثناء الخبز. كنضيفو خليط النواشف على الخليط الأول وكنخلطو غير بالخلاط اليدوي حتى كيتجانس الخليط. وفي الأخير كنضيفو حبيبات الشوكولاتة والجوز اللي مقطع قطع صغيرة وكنحركو هكا غير بالسباتول حتى كيتجانس لنا الخليط. كيف ما كتشوفوا الخليط خاص يكون القوام ديالو ثقيل. في القالب اللي خاص بالكب كيكس كنوضعوا حبيبات ديال الارز، لان الارز كيشرب الزيت والرطوبه الزائده وهكا كيبقى القاع ديال المافن ناشف وما كيجيش معجن، وايضا كيساعد على طياب متساوي. في هذا الاثناء الفرن راه مسخن على 200 درجه من الاسفل ومن الاعلى. مده الطهي تقريبا كتكون من 20 الى 25 دقيقه. وها هي النتيجه قدامكم، كاب كيك اللي رطب وخفيف وكيذوب في الفم، وريحه الموز مع الشوكولاته عمرت المطبخ رائحه كتشهي. بهذه الطريقه ما غاديش تضطري ترمي الموز الناضج وغيتحول لاحلى كاب كيك يعجب الصغير والكبير. كنتمنى تجربي الوصفه ومتاكده غادي تولي من الوصفات المعتمده عندك. شكرا على المشاهده ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.